هل حلمت يوماً أن يكون لديك شعر طويل، صحي ولامع يلفت الأنظار أينما ذهبت؟ لكن في الواقع تجدين نموه بطيئاً أو أطرافه متقصفة ومتعبة؟ أنت لست وحدك، ولو قلت لك إنك لا تحتاجين إلى إنفاق الثروة على منتجات باهظة حتى تحصلي على نتائج مذهلة. اليوم سأشاركك أسراراً قوية تساعدك على زيادة نمو شعرك طبيعياً وبشكل أسرع، وستبدأين بملاحظة الفرق من الأسبوع الأول فقط باستخدام طرق بسيطة طبيعية ومتاحة للجميع. هيا لنبدأ. ماسك جل بذور الكتان لمشكلة الهيشان. أول شيء غير شعري فعلاً هو غلي بذور الكتان حتى تتحول إلى جل. أستخدمه كماسك للشعر عندما تكون الأطراف جافة أو هائشة. يجعل شعري ناعماً لامعاً ومحدد التموجات بدون أي مواد كيميائية. طبقيه بعد الشامبو، اتركيه من 20 حتى 30 دقيقة ثم اشطفيه. صدقيني كأنه سحر في برطمان. تخفيف الشامبو بالماء. هذه النقطة بسيطة لكنها فرقت معي كثيراً. لم أعد أضع الشامبو مباشرة على فروة رأسي، أخففه بقليل من الماء أولاً ثم أضعه. هكذا يتوزع بسهولة، لا يجفف الفروة ويترك الشعر نظيفاً بدون ذلك الإحساس بالشد والجفاف. تقشير فروة الرأس بالقهوة زائد الشامبو. فروة رأسك تحتاج تقشيراً مثل بشرتك تماماً. أخلط ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة مع الشامبو مرة في الأسبوع، وأدلك الفروة بلطف. هذا يزيل الدهون المتراكمة وبقايا المنتجات، وبصراحة لاحظت أن نمو شعري صار أسرع بعدما بدأت أفعل ذلك بانتظام. فرك الأظافر لتحفيز الدورة الدموية. نعم، هذه حيلة قديمة لكنني أحبها. أفرك أظافر يدي ببعضها من 5 إلى 10 دقائق يومياً. قد تبدو غريبة لكنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس مع الوقت. هي مجانية ويمكنك فعلها وأنت تشاهدين التلفاز أو تتصفحين الهاتف. مساج يومي لفروة الرأس. كل ليلة أخذ 5 دقائق فقط لتدليك فروة رأسي بأطراف الأصابع بدون زيت. هذا يريحني، يخفف التوتر ويزيد تدفق الدم، ومع الوقت يساعد على أن يصبح الشعر أكثر كثافة وقوة. ستشعرين بالفرق خلال أسابيع. طريقة قلب الرأس. هذه الطريقة تبدو غريبة في البداية لكنها فعالة. أميل رأسي للأسفل وأدلك فروة رأسي وأنا في هذا الوضع لعدة دقائق. هذا يزيد من تدفق الدم إلى البصيلات. أطبقها لمدة أسبوع واحد في الشهر، وعندما ألتزم بها ألاحظ فعلا أن النمو يصبح أسرع. فك التشابك من الأسفل للأعلى. هذه فعلياً أنقذت أطراف شعري. كنت أمشط من الجذور إلى الأطراف فكان الشعر يتكسر بكثرة. الآن أبدأ دائماً من الأطراف بلطف ثم أصعد تدريجياً إلى الأعلى. تأخذ وقتاً أطول قليلاً لكنها تقلل التكسر بشكل كبير وتترك الشعر أكثر صحة. شطف الشعر بماء الأرز مرة أسبوعياً. ماء الأرز مظلوم جداً. أشطف به شعري مرة في الأسبوع بعد الشامبو وأتركه من 10 إلى 15 دقيقة قبل الشطف. يجعل الشعر أقوى، أكثر لمعاناً، وأشعر حقيقة أن نموه يكون أفضل عندما ألتزم به. ماء إكليل الجبل اليومي. هذه خطة من ذهب. أرش ماء إكليل الجبل على فروة رأسي كل يوم خصوصا قبل النوم. رائع لتقليل تساقط الشعر، وظهرت لدي الكثير من الشعيرات القصيرة الجديدة. كل ما عليك هو غلي إكليل الجبل، تركه يبرد ثم وضعه في بخاخ. ماسك الموز والعسل للمعان. هذا الماسك رائحته مثل الحلوى ونتيجته مذهلة. أهرس موزة ناضجة مع ملعقة عسل وأضع الخليط من الجذور حتى الأطراف لمدة 30 دقيقة تقريبا. يعطي شعري نعومة ولمعانا طبيعيا أفضل من كثير من المنتجات الجاهزة. ماسك البيض أسبوعيا. هذا من أقدم الماسكات التي أعتمد عليها. بيضة واحدة، ملعقة زيت زيتون وملعقة عسل. أستخدمه مرة في الأسبوع. يجعل الشعر قويا ومغذى بشكل واضح. فقط انتبهي، لا تستخدمي ماء ساخنا عند الشطف حتى لا يتكتل البيض في شعرك.
تجفيف الشعر بتيشيرت قطني أو منشفة مايكرو فايبر. لم أعد أستخدم المنشفة العادية، أجفف شعري الآن بتيشيرت قطني أو منشفة مايكرو فايبر، ألطف بكثير على الشعر وتقلل الهيشان والتكسر. مساج بزيت الخروع مع زيت جوز الهند. هذا خليط لزيادة النمو والكثافة. أمزج زيت الخروع مع زيت جوز الهند وأدلك به فروة رأسي مرة في الأسبوع. زيت الخروع كثيف، لذا خلطه يجعله أسهل في الاستخدام. يساعد كثيرا في زيادة سماكة الشعر بشكل صحي. زيت الأرغان على الأطراف الرطبة. بعد غسل الشعر أضع بضع قطرات من زيت الأرغان على الأطراف وهي رطبة. يرطب، يخفف الهيشان ويعطي لمعانا ناعما بدون أن يثقل الشعر أو يجعله دهنيا. كمية قليلة تكفي. تمشيط لطيف وبمشط واسع الأسنان. هذه نقطة أساسية. أستخدم مشطا واسع الأسنان فقط، خصوصا عندما يكون الشعر مبللا، لا شد ولا استعجال. أمشط ببطء ولاحظت أن التكسر قل جدا وأن طول الشعر أصبح يحتفظ بنفسه أكثر. سحر وسادة الحرير أو الستان. استبدلت غطاء الوسادة القطني بحرير أو ستان والنتيجة كانت صادمة. كان شعري يستيقظ كل صباح متشابكا ومنفوشا، الآن يستيقظ أكثر نعومة بدون عقد كثيرة وتكسره أقل بكثير. تغيير بسيط لكن تأثيره كبير. ضفائر الرخوة قبل النوم. من روتيني المفضل قبل النوم أضفر شعري ضفائر خفيفة ومرتخية تمنع التشابك والتقصف أثناء النوم، وفي الصباح تعطيني تموجات لطيفة وجميلة. تنظيف الأمشاط والفرش بانتظام. كنت أتساءل لماذا يصبح شعري دهنيا بسرعة حتى بعد غسله، واكتشفت أن السبب هو الفرشاة المتسخة. الآن أنظف الأمشاط والفرش مرة في الأسبوع بماء ساخن وشامبو. النتيجة شعر أنظف لفترة أطول وأقل دهونا. لا تغسلي شعرك يوميا. استغرق الأمر وقتاً حتى أتقبل هذه الفكرة. كنت أظن أن غسل الشعر يومياً يجعله أنظف وأصح، لكن العكس هو الصحيح. الآن أغسله من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع كحد أقصى، فاستعادت فروة رأسي توازن زيوتها الطبيعية وأصبح الشعر أقوى، ألمع وأقل هيشاناً. النوم الجيد تساوي شعر أجمل. جمال النوم ليس خرافة. عندما بدأت أنام من 7 إلى 8 ساعات بانتظام تحسنت بشرتي وشعري معا. الشعر ينمو أفضل عندما يكون الجسم في حالة راحة حقيقية. لا تهملي النوم، هو جزء من روتين العناية بشعرك. ولا تحتكري هذه الأسرار. أرسلي هذا الفيديو لصديقاتك، لأن هناك فتاة في دائرتك تحتاج لهذا الجلو أب أكثر مما تتخيلين. نحن في هذه الرحلة معا ببطء وبطبيعية، لكن بجمال حقيقي يدوم.